مم. طعمها فظيع فظيع. حاجة كده ما بين المقرمشة والطرية، ما بين المحشية والمسكرة، بس هي المكشكشة. احنا المصريين كده لازم كل رمضان نطلع ترند حلويات نحلي بيه ايامنا. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا بقى نعمل المكشكشة الترند اللي قلب الدنيا. انا ما عنديش استعداد ولا اقف في طوابير حلويات بالساعتين، ولا ادفع 300 و400. لا، تعالوا هنعملها في البيت، وهقف ربع ساعة بس كأني واقفة في المحل. نص كيلو لبن، وجبت كيس كاسترد او معلقتين نشا ومعلقة فانيليا، وهقلبهم كويس جدا وهحطهم على النار لما يتقلوا. معايا بقى كوباية زبدة كده محترمة سيحتها، وجبت حوالي 7 ورقات هحطهم في الصينية من تحت. هدهن الصينية، وما بين كل ورقة والتانية هدهنها كويس جدا. أسرع فيديو للمكشكشة هتلاقوه. الطريقة حلوة جدا وطعمها تحفة، فعلا تستاهل ان انتوا تجربوها. بس ما تستاهلش نقف عند المحل ساعة ساعة الا ربع كل ده. يعني الناس واقفة طوابير وبأسعار مهولة. هحط ورقة بقى كده هتنيها، مش هدهنها اي حاجة عشان انزل فوقيها بالكاسترد. ومش هجيب حاجة ناحية الحروف، يعني حاولي تتجنبي الحروف. ورقة تانية مدهن يعني متنية مفيهاش بقى دهون، يعني مش دهناها اي حاجة. انا تنيتها بس كده علشان تبقى عازل على الكاسترد، وهدهن بقى. تعالوا بقى نعمل المراوح اللي كنا بنعملها في الفصل واحنا صغيرين ونهوي بيها على نفسنا. هي المراوح دي بالظبط هنكشكشها ونحطها في الصينية. على كده بس، ايوه على كده بس. ممكن تجيبي ورقتين وتدهني ما بينهم زبدة، وتكشكشيهم كده مروحة وتحطيهم في الصينية. وممكن تكشكشيهم بس مروحة من غير ما تدهنيهم وتحطيهم في الصينية. وبعد كده هنبقى ندهنها زبدة. هنخلص بقى الكمية كلها لغاية ما نكشكش المكشكشة. عايزة اقول لكم على حاجة، انا كأمل مش هسيب شوية الورق دول شوية ورق متكشكشين واحنا محتاجينهم متكشكشين. هقعد بقى كشكش فيهم كده واحطهم في النص. شوية ورق متقطعين مش هسيبهم، يعني هم طازة، مش وحشين، لا هم طازة. دول بقيت ما انا قطعت الصينية كده من تحت، وهكشكش الباقي كله. الصينية دي خدت نص كيلو و 4 5 ورقات. يعني نص كيلو 4 5 ورقات، يعني ممكن صينية أصغر تعمل معاكي نص كيلو محترم قوي، يعني في منتهى الجمال. خلصت الكشكاشة كلها وهقطعها بسكينة تكون حامية. السكينة دي كانت باردة، هجيب سكينة حامية تانية وهكمل تقطيعها. تقطيع بس يعني سطرين بس كده، مش هتقطع كتير ولا حاجة، عشان وهي خارجة سخنة بقى ما قطعهاش، يعني القرمشة بتاعتها تبوظ. اهم حاجة نص كوباية الزبدة بقى على الوش كده، تدهني بيها حلو. ما تسيبيش حتة من غير ما تدهنيها. الزبدة اللي هتخليها باللون ده. هتحطيها على فرن ساخن، درجة حرارته 200، وتشغلي الشواية لغاية ما تبقى باللون الظريف ده معاكي. كوباية الا ربع بقى لبن. لبن بس، مش لبن مكثف محلى. عايزين تحطوا لبن مكثف محلى ومتاح، حطوا لبن مكثف محلى. انا حطيت كوباية الا ربع لبن بارد عادي. ممكن تحطي كوباية الا ربع لبن مكثف محلى. بس في الحالة دي خففي الشربات قوي، علشان اللبن المكثف عليه سكريات عالية. طريقة الشربات احنا عملناها كتير قوي. كوباية ونص سكر، عليهم كوباية مية، عصرة ليمونة، نص معلقة فانيليا. في حين ان يكون الشربات تقيل، شربات خفيف يبقى كوباية مية كوباية سكر. هسيبهم على النار يغلوا 3 دقايق، بعدين هنزل عليهم بالنص ليمونة، وهحط نص معلقة فانيليا. اتمنى تكون الوصفة دي عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تتابعوني وتعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة. المكشكشة حلوة قوي.
الترند يستاهل التجربة، مع اني انا مش من هواة الترندات وما بمشيش ورا الترندات، بس المرة دي جربته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير.